ازيكم؟ معاكم أدري. آه... لايك شير سبسكرايب نفعل الجرس عشان ينال جديد. طيب، الجزء الأول من تحليل الأهلي والزمالك. المباراة كانت فيها فنيا جدا، والدليل على كده إن الأهلي الجونين اللي جم هم هجمتين راحوا بجونين، غير كده ما فيش. يعني أنا أهلاوي بعترف بده. الزمالك نفس القصة على الناحية التانية، وتقريبا مصطفى شوبير ما طلعش غير كورتين، كرة في الشوط الأولاني من أحمد سيد زيزو اللي كانت على الأرض يمين، وكرة تانية في مش فاكر كان مين اللي شاطها، أعتقد مصطفى شلبي، واللي طلعها برضو شوبير. وبرضو يعني هما شوطين محاولات، مش فرص محققة. الخلاصة في ده كله قصة كولر وجوميز. الاتنين كانوا مصرين على تكتل بشكل غريب، يعني الاتنين متكتلين.